يعني اكيد رافينيا الغيابات على مستوى منتصف الملعب دينيس سواريز واندري جوميز اكيد اقل بكثير من راكيتيتش، اللاعب واحد من اللاعبين المهمين في تشكيله البارسا دائما. كره تصل عند أومتيتي، ينقل كره الى الامام من لمسه ملعوبه، لكن ايضا قطعت الكره وعادت مره اخرى طويله الى الامام، مرتده سريعه سريعه سريعه، جول 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 أول أهدافه في مرمى البارسا وأول هدف لملقا في مباراة اليوم بكرة مرتدة. ضرب دفاع البارسا بكرة مرتدة، ساندرو يسجل. هذه ثاني مباراة لساندرو راميريز يسجل في المباراة الثانية، أول هدف له في مرمى البارسا. لاحظ الانطلاقة نعم من منتصف الملعب تماما، راح وتقدم إلى الأمام، راح من أمام ماتيو، هرب من أمام ماتيو وسجل على يمين تير شتيغن، وهدف أول لمصلحة هذه اللقطة جميلة والانطلاقة الرائعة من جانب ساندرو، استطاع أن يسجل. هذا هدف أمام البارسا. ساندرو أكيد يفرح، أول هدف له في المباراة الثانية التي يقابل فيها البارسا، يسجل هدف أول لملقا، وملقا كما ذكرت قبل أن تنطلق المباراة. وعادت مرة أخرى عند بينيراندا، تدخل موجود، ذهبت سريعة، مرتدة تشارلز يمرر، انطلاقة أمامية وفرصة لمصلحة فورناليس يمرر في المكان المناسب، والهدف الثاني ليوني رودريغيز. ملقا يضرب البارسا في لا روزاليدا وينتصر بهدفين مقابل لا شيء في الجولة 31. أول انتصار للسيد ميتشل على حساب البارسا، انتصار ثمين وعريض في لا روزاليدا بالنسبة لملقا الذي يعاني في هذا الموسم. تعادل في الدور الأول وانتصار في الدور الثاني على البارسا. هنا الكرة المرتدة، انطلاقة سريعة ممتازة من جانب تشارلز، لعب الكرة عند بابلو فورناليس لم يكن علانيا، لعب الكرة عند يوني رودريغيز، صوب وسجل. 2-0 النتيجة. ملقا يعاقب البارسا في مباراة اليوم، يعاقب البارسا لأنه لم يظهر كما هو معتاد، بينما قدم لاعبي ملقا مباراة كبيرة وانتصر وسجل هدفين في مباراة اليوم. بعد 10 زيارات للبارسا في لا روزاليدا لم يخسر أمام ملقا، ها هو يخسر في مباراة اليوم، وفي وقت كان يحتاج